جددت حكومة جمهورية الرأس الأخضر التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمبادرة مخطط الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد والأوحد ذا المصداقية والواقعية لتسوية النزاع حول الصحراء. كما جددت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والإدماج الإقليمي في الرأس الأخضر في وثيقة أرسلت اليوم الثلاثاء 23 ماي 2023 إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج دعمها لجهود منظمة الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم للنزاع حول الصحراء. ومما جاء في هذه الوثيقة أنه بالإضافة إلى ذلك تأكيد دعم جمهورية الرأس الأخضر في البحث عن حل دائم يحافظ على الوحدة الترابية للمملكة تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة وفي احترام القرار 693 الصادر عن قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي في يوليوز 2018. وذكرت دبلوماسية الرأس الأخضر بأن هذه المواقف المذكورة عبر عنها بوضوح خوسي يوليوس كوريا اي سيلفا الوزير الأول ورئيس حكومة الرأس الأخضر خلال لقائه مع عزيز أخنوج رئيس الحكومة المغربية في إطار زيارته الرسمية الأخيرة الناجحة جدا للمملكة المغربية. إلى اللقاء.